السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخيرات يا رب. وان شاء الله دي اول يوم ليكم في المستشفى. ربنا يوفقكم يا رب ويكتب لكم كل الخير. هنبدأ بالنهاردة المحاضرة اللي انت راح تطبقها في المستشفى. هناخد النيرسينج كير ريكورد. طيب يعني ايه كده؟ انت بتعمل ايه اصلا في المستشفى؟ ماشي. ده بقى الريكورد اللي انت هتسلمه للدكتورة قبل ما تمشي. طيب احنا خدنا ايه امبارح في المعهد؟ اول حاجة معانا يا جماعة ان انت بتصور الورق اللي هو اخر 3 4 ورقات في المذكرة. بتصورهم 5 نسخ وتخليهم معاك، وتاخد معاك بكرة اللي هو النهاردة يعني. بالنسبة لجروب A بتاخد معاك اللي هي الصور الأصلية اللي في الكتاب، بتقطع الأصل اللي في الكتاب ده وتاخده معاك عشان تسجل فيه الريكورد بتاعك. تمام. بعد ما اخده معايا عشان اسجل فيه الريكورد بتاعك، ما تاخدش اي حاجة معاك تانية غير الماسك بتاعك. بتاخد ماسك وفلوسك طبعا وحاجتك، كل حاجة تكون معاك، متعلقاتك الشخصية معاك. محدش يسيب حاجة لحد هناك، لان المستشفى غير مسؤول عن اي حاجة تضيع منك. تمام. بعد كده هنبدأ بقى نخش في المحاضرة بتاعتنا النهاردة. انت هتشوف بيشنت واحد. مثلا انت عندك في الغرفة اللي الدكتورة دخلتك فيها، اللي انت ماسك البيشنز اللي فيها، هتكتب الريكورد بتاعك على بيشنت واحد. ما انتش هتكتبه على كل الناس، هو واحد بس اللي هتكتب عليه. انت هتعمل لكله هتقيم كله، بس واحد بس اللي انت هتكتب له. تمام. بعد ما خلاص حددت البيشنت اللي انا هكتبه، الهوسبيتال نمبر، هجيب الرقم المستشفى منين؟ اول حاجه انت بتستنى لحد الساعه 12 على ما تتوزع التذاكر. ما تطلبش تذاكر قبل الساعه 12. بعد كده تعمل البيد ميكنج. طيب يعني ايه؟ ما اطلبش تذاكر لحد الساعه 12. التذكرة دي هو اللي بيبقى مكتوب عليها رقم المستشفى، والتذكرة دي الدكتورة أو الرئيسة هي اللي بتوزعها. أول الساعة 12 ما بتيجي بتقوم التذاكر متوزعة. تمام. قبل الكلام ده كله، لو في بيد ميكنج بتخش الأول الغرفة، لو في بيد ميكنج بتعمله. لو مفيش خلاص بتبدأ تعمل الفيتال ساينس بتاعتك. قبل ما تعمل فيتال ساينس عشان نكمل البيانات بتاعت دي اليونت، شوف الوحدة اللي انت فيها. لو انت مثلا في اسم الحروق، او اسم عظام 2، او جراحة اوعية دموية. تمام. طيب ايه هي الميديكال دايجنوزيس؟ الميديكال دايجنوزيس دي اللي هي التشخيص الطبي. تشوف الدكتور مشخص الحالة دي بايه وتكتب التشخيص الطبي بتاعه. طيب امال ايه النيرسينج دايجنوزيس؟ اللي هي التشخيص التمريضي. هنشرحهم دلوقتي فيما بعد. تمام. خلاص احنا سجلنا البيانات اللي فوق دي. تبدأ بقى هنا تيجي عند الديت والتايم. خلاص انت الدنيا صغيرة وما انتش عارفة تكتب ازاي. اول حاجة هتكتب التاريخ هنا كده بالعرض. مثلا وليكن بكرة باين 23 أو 24، تكتب 23 آه، كذا 2025. ماشي. طب والتايم تكتب كذا كذا بالدقيقة، AM أو PM على حسب الوقت اللي انت هتكتب فيه الريكورد بتاعك. تمام. بعد كده هنبدأ نقيس الفيتال ساينس. ايه هي الفيتال ساينس؟ فيتال ساينس متقسمة عندنا لأربع حاجات، يا إما temperature، respiration، pulse، blood pressure. درجة حرارة، تنفس، نبض، أو ضغط الدم. تمام. التمبريتشر النورمال بتاعك بعد ما تقيس، انت الأول بتقيس بالترمومتر، كل واحد بيكون معاه ترمومتره. بتقيس بالترمومتر، وبين كل بيشنت لازم تعقم الترمومتر. بين كل بيشنت لازم تعقم ايه؟ الترمومتر. تمام. بتجيب الترمومتر وتقيس للبيشنت، وتقوم كاتب درجة التمبريتشر بتاعته هنا. تمام. الريسبيريشن برضو بتقيس الريسبيريشن بتاعه، تشوف التنفس بتاعه عامل ازاي وتبدأ تكتبه هنا. تمام. والبلس برضو هكذا. والبلاد بريشر تستأذن الرئيسة، قول لها لو سمحت لو في جهاز ضغط. ماشي. لو مفيش بتقوم راح قايل النوت افيلبل. لو هي قالت لك روح هات من مكان تاني، قول لها لا والله ما ينفع، الدكتورة محذراني ومنعني ان انا اروح اجيب من حته. انت ممرض، ما انتش شغال عند حد، ما انتش عمال تلف تجيب الادوات من كل مكان. المستشفى هي اللي ملزومة ان تكون حاجتها موجودة في كل غرفة. تمام.
بعد كده بتاخد الميديكيشن ادمنستريشن. ايه هي الميديكيشن ادمنستريشن؟ بتشوف الدواء اللي هو الدكتور كاتبه للبيشنت ده، تمام. بتكتب اسم الدواء، وبعدين بتكتب الجرعة اللي انت هتديها له والروت اللي انت هتديها له. طب انت هتديله الروت ازاي؟ الروت بتاعه يا اما انترافينوس، يا اما سبكوتينوس، او انتراماسكولار، او انتراديرمال. طيب انا بعرفه منين؟ بعرفه من تذكرة المريض. بس احنا قلنا ان التذكرة بعد الساعة 12. يبقى انت بتاخد من الرئيسة، هتقولك والافضل ان انت تديها النوتة، تخليها تكتب بايديها اسم المريض رباعي وطريقة الحقن، اما انترافينوس او سبكيتينوس او انتراماسكولار او انترادين. تمام. بعد ما تاخد كل الكلام ده تروح للبيشنت وتديله الروت الميديكيشن وتحقنله زي ما هو مكتوب، او لو هو جرعة مثلا في الاورال او في الريكتال بتديهوله. تمام. وكمان الافضل بتكتب ان الجرعة دي بتتاخد كام مرة في اليوم، واحد في واحد. يعني لو الجرعة دي بتتاخد كل 24 ساعة، واحد في اتنين يبقى الجرعة دي بتتاخد كل 12 ساعة. طيب لو هي واحد في تلاتة يبقى الجرعة دي بتتاخد كل 8 ساعات، وهكذا. طيب بعد كده بقى نبدأ نعمل النيرسينج كير بتاعنا. طيب النيرسينج كير ده اللي هو زي ايه؟ بتكتب انت عملت ايه، يعني انت عملت ايه للبيشنت. بقى هتقوم مثلا ايه، تيك فيتال ساينس، انا عملت الفيتال ساينس، او دو كانال كير، انا غيرت على الكانولا. طيب احنا بنغير على الكانولا ازاي من الاول؟ الكانيولا بقى يا جماعة بيبقى ساعات بيحصل تحت منها تورم، او بيحصل تحت منها ريدنس، فانت بتشيل البلاستر وكانيولا زي ما هي، محدش يطلع الكانيولا من ايد البيشنت. بتفك البلاستر، وبعدين تجيب قطنة وتجيب كحول وتطهر حوالين منها، وتبص لو في ورم، في احمرار، في كذا في كذا. تمام. لو مفيش تقوم راح جايب البلاستر وحاطط بلاستر جديد، وتكتب عليه تاريخ التركيب، مش تاريخ مش تاريخ اللي انت عملت فيه الكير، لا تاريخ التركيب، وتكتب عليها اسمك انت مش اسم البيشنت، اللي هي اسم النيرس. طيب وكمان ممكن تكتب في النيرسينج كير، تكتب ميجر فيتال ساينس، هي تيك فيتال ساينس، او تيك هيستوري فروم بيشنت، بتعرف التاريخ المرضي بتاع البيشنت. تكتب فيها ان انت جيف ميديكيشن، عطيته دواء. تكتب فيها كمان اللي هي كومبليت هيستوري، اللي هو زي التيك هيستوري فروم بيشن، اللي هو عرفت التاريخ المرض بتاعه وعرفت هو داخل المستشفى امتى. تمام. تكتب فيها مثلا ماشي خلاص كده. هناخد اللي بعد كده. بعد ما خلاص عرفت ان انا هعمله نيرسينج كير وهعدله فيتال ساينس والكلام ده كله، بعدين بقى تبدأ بقى تدردش مع البيشنت، تقول له مثلا ازيك يا حاج، عامل ايه، ازيك يا عم علي، ازيك يا عم محمد، اخبارك، انت عامل ايه، انت داخل ايه اصلا، كنت تعبان من ايه، مثلا داخل في عملية، طب انت دلوقتي بتشتكي من ايه، طب انت معرفش ايه. طيب لو انت مثلا تبدأ تلاحظ عليه بقى وتكتب في النوتة بتاعتك، هو مثلا عنده هيديك، عنده صداع، عنده أرق. تقوم رايح له مثلا اطلب من الرئيسة ان انا اطفي لك النور ولا لأ، لو متاح لبن هاتله عشان يهدي الدنيا شوية. اعمل اكسرسايز قبل ما تنام يا حاج، مثلا لو انت عندك أرق امشي شوية كده في الطرقة دي، يبقى اكسرسايز بالنسبة لك. حرك الرقبة بتاعتك بطريقة دائرية. لو هو مثلا في بقى مشاكل لازما بتواجهنا هناك عند البيشنت، في مشكلة فعلية، لو هو قالك ان انا عندي الابدومينال بين، دي مشكلة فعلية، او عنده جرح مثلا، دي برضو مشكلة فعلية. تقوله ايه تاني من الاكسرسايز، اعمل رينج اوف موشن يا حاج، مثلا اللي هو ايه، اتني ايدك وافردها، يعني حرك ايدك. لو هو عنده ألسر اللي هي قرحة، تبدأ بقى تلاحظ الحاجات دي عليه وتكتبها في النوتة اللي معاك. هنرجع تاني يا جماعة للفيتال ساينس، واحنا عارفين ان التمبريتشر ليها اماكنها وقلناها، يا اما في الاورال، يا اما في الريكتال، يا اما في الاكزيلاري.
يا اما في اليورال. طيب لازم برضو تكتب السايت بتاعك تحت الدرجة، تكتب السايت اللي انت عامل فيه. طيب البلس انت قايس النبض منين؟ قايسه مثلا من عند الكاروتيد، او عند البريكيال، او الالنر، او الفيمورال، او الاماكن العشرة اللي احنا واخدينها. تمام. بعد ما كتبت السايت بتاع التمبريتشر وكتبت السايت بتاع البلس والنبض بتاعنا اللي هو البلاد بريشر بيبقى الطبيعي بتاعنا 120/80. التمييز بتاعه اللي هو mmHg. التمييز بتاع الريسبيريشن اللي هي C وداش مايلة منت. طب والتمييز بتاع البلس التمييز بتاعه بيت بير منت اللي هي بيت وشرطة مايلة منت. تمام. طيب والتمييز بتاع التمبريتشر بتكتب فوق الدرجة اللي انت قستها علامة اللي هي الديجري وجنبها حرف السي اللي هو سنتيجريد. تمام. اللي بعد كده هنبدأ ناخد الأوبزرفيشن اللي هي الملاحظة. تمام. أول حاجة بتلاحظها على البيشنت تشوف اللي هو كونكت ويز ايه، هو متصل بايه. متصل مثلا بقنال، متصل ب سنتر لاين. السنتر لاين يا جماعة هي لها 3 أماكن، مش زي ما احنا مفكرين ان هي بتتركب في العنق بس. هي لأ، هي في كمان ممكن تركبها تحت عظمة الترقوة كده، ممكن تركبها فوق الفخذ. بس هي بتحتاج دقة وبتحتاج ناس محترفة في الحاجات دي. ايه هي السنتر لاين؟ السنتر لاين دي لو انا عايز ادي للبيشنت بتاعي كذا محلول مع بعض، فانا مش هينفع الكانولا مش هتساعدني ان انا اعمل كده، فانا بستخدم السنتر لاين ان انا ادي كذا محلول مع بعض. ممكن يكون مركب قسطرة. تمام. تبدأ برضو تعمل observation، تلاحظ لو هو عنده أديمة، عنده أديمة في رجله، عنده أديمة في ايده. الكلام ده كله لو انت مش عارف تكتبه بالانجليزي بتخش على الترجمة بتاعت جوجل كلنا عارفينها طبعا، وتكتب الكلام العربي اللي انت عايزه وتترجمه وتقوم كاتب على طول في الريكورد بتاعك، بس تكون كاتبه عن فهم. يعني الدكتورة ما تجيش تقول لك ده ايه وانت تكون مش عارف، يبقى كده ايه ما استفدناش حاجة. تبص برضو على البيشنت لو هو فيس بيل اللي هو وشه شاحب، عنده جرح مثلا في جنبه اليمين تكتبها برضو عنده جرح، لو هو عنده جرح في جنبه الشمال برضو تعرف وتكتب. تشوف الحرارة لو هي نورمال ولا لأ، بتقيس كذا مرة في الشخص طول الشفت، تقيس كذا مرة يعني كل ساعتين كل ساعة بتقيس للبيشنت ده. طيب لو هو ضيرية مثلا، لو هو عنده صداع، دي كلها تبع النيرسينج دايجنوزيز. تمام. لو درجة الحرارة بتاعة الجسم متغيرة اللي هي altered body temperature، لو كمان بتقوم كاتب كده اهو لو درجة حرارة الجسم متغيرة تقول ايه altered body temperature related to disease، تكتب بقى اسم المرض بتاعه related to disease دي اللي هي ايه بواسطة مرض كذا، تكتب المرض وبيظهر عليه في شكل كذا، بيظهر عليه في شكل حرارة عالية، صداع، اسهال كده. تمام. بعد كده هنخش على الصفحة اللي بعدها وهناخد النيرسينج كير بلين. ايه هي النيرسينج كير بلين؟ بنشوف يا جماعة البيشنت نيم برضو نفس البيشنت ما بغيرش البيشنت، بكتب سكس سواء هو ميل او فيميل، الايج اللي هو العمر بتاعه، اليونت احنا قلنا اليونت دي الوحدة اللي انت فيها، سواء انت في جراحة تكتب مثلا ان انا في اسم الحروق او في اسم عظام 2 او اسم عظام 6 او جراحة اوعية دموية على حسب انت فين. الديت اوف ادميشن اللي هي تاريخ دخوله المستشفى. ماشي. والدايجنوزيس اللي هو التشخيص. وبعد كده هنكتب النيرسينج دايجنوزيس اللي هو التشخيص التمريضي. احنا خلاص عرفنا كتبنا في الصفحة اللي قبلها النيرسينج اللي قصدي اللي هي التشخيص الطبي الميديكال دايجنوزيس، يبقى هنا هنكتب النيرسينج دايجنوزيس. طب النيرسينج دايجنوزيس ده بيبقى بيتكتب عن ايه؟ عن مثلا دايرية، بيتكتب عن هيدك،
ان هو مثلا عنده ضيرية اسهال، عنده هيدك صداع، عنده altered body temperature درجة حرارة الجسم متغيرة، عنده فيفر مثلا، عنده لو انت مش عارف تكتب اللي هي altered body temperature تكتب ايه abnormal of body temperature، abnormal of respiration التنفس بتاعه مش مظبوط، abnormal of pulse البلس بتاعه مش مظبوط برضو، abnormal مثلا البلاد بريشر برضو مثلا ممكن تكون مش مظبوطة. فانت بتكتب الكلام ده كله عشان تقدر تكتب البيانات بتاعتك. برضو الصفحة اللي بعدها تكملة البيانات دي، فما تسيبش حتة إلا لما تكتب فيها معلومة مفيدة ولازم أن تكون موجودة فعلية في قلب البيشن. طيب ايه هي الاكسبكت اوتكم؟ اللي هي النتائج المتوقعة. انت تتوقع ايه؟ تتوقع مثلا ان الحرارة بتاعته عالية، ممكن يحصل ايه البيشنت ده؟ ممكن يحصل له لا قدر الله تشنجات، الضغط بتاعه عالي ممكن يعمل جلطة. طيب هو مركب مثلا قسطرة او لا مش قسطرة، مركب قسطرة بولية وحصل له انفكشن، وانت عارف ان هو عنده انفكشن في القسطرة البولية، ممكن يحصل له فشل في القسطرة البولية، وتضطر تعمل مصايب يعني دي. طيب مثلا انت عملت كمادات والمتوقع ان الحرارة تنزل، عطيت دواء المفروض ان المتوقع ان الصداع بيروح، عمل اكسرسايز، المفروض بقى ان هو يكون مزاجه اتعدل شوية، هدى وريح المفروض ان نبضات القلب بتاعته تقل. هكذا يا جماعة انت بتبدأ تحدد المشكلة وتشوف ايه اللي ممكن يحصل عنها، فبتكتب في الاكسبكت اوتكم. تمام. طيب ناخد بعد كده الامبلمنتيشن اللي هو التنفيذ. بتكتب ان انت give medication from patient، ال MAR اللي هي medication administration record، اللي هي بتكتب كده بالظبط give medication from patient، عطيت الدواء للمريض بطريقة ال MAR اللي هي medication administration record. وكمان اللي هو تكتب ان هو ده اوردر من دكتور كذا. تمام. فتحت الباب اللي هو open the door و open the window عشان لو عنده حرارة الحرارة تبدأ تنزل. عنده دايرية بدأت ان انت توقف الياف، تخليه تديله مثلا ميديكيشن عشان يمسك معدته، يوقف اكل خضار، ياخد حاجة لتقلبات المعدة، او لو هو بياخد علاج كتير وانت عطيته علاج كمان عشان الدايرية ياخد حاجة عشان ما يحصلوش قرحة معدة. لو البلاد بريشر بتاعه عالي بعطيه ميديكيشن از دكتور اوردر، برضو كل حاجة لازم تكتب جنبها از دكتور اوردر فلان. طيب لو البلاد بريشر بتاعه عالي بتشربه مية كتير، مية كتير دي بتساعد ان الضغط يقل، بتبعده عن، بتخليه يبعد عن الموالح، بتخليه يبعد عن السجاير، بيبعد عن اي حاجة تجيله ستريس. تمام. لو البيشنت ده يا جماعة بقى نفسيته متضايقة، تقوله مثلا اقعد مع حد صاحبك، اقعد مع حد زميلك، خليه دردش معاه، فك معاه كده عشان تتخلص من السلبية اللي جواك وتبدأ تفك الاسترس والضغط النفسي اللي عليك. تمام. طيب ناخد بقى الايفالويشن التقييم. بالتقييم بقى تبدأ تشوف الحرارة نزلت ولا لأ، الضغط نزل ولا لأ. بتشوف في بتكتب برضو في الايفالويشن دي حاجة مهمة، تكتب بقى في حاجة في 3 مشاكل عندنا، يا اما مشاكل اكتشوال اللي هي مشاكل فعلية، مشاكل متوقعة، وفي كمان مشاكل ممكن يدخل فيها نتيجة حاجة تدخل الجسم. هنبدأ ناخد الاكتشوال. الاكتشوال دي زي ايه يا جماعة؟ مثلا الحرارة العالية، الصداع، دي مشاكل فعلية بتكتبها في الايفالويشن اللي هو التقييم بتاعك، تكتب ان هو عنده صداع، لو عنده هيدك تبدأ تقول ان هو عنده فيفر، تبدأ تقول ان هو عنده فيه الا في المعلومات عن المرض عن المرض اللي عنده اللي هي knowledge division. طيب مثلا هو مضطرب، مضطرب ومتضايق من القعدة في المستشفى،
دي مشاكل actual فعلية موجودة بتكتبها في الايفالويشن بتاعك. طيب لو هي بقى في مشاكل متوقعة تحصل له اللي هي البوتنشيال، مثلا كتر الحرارة انا عمال احط في كمادات في كمادات والحرارة ما بتنزلش، ممكن يحصل تشنجات. طيب الضغط العالي، الضغط عالي عالي وانا عمال اقلل موالح واعطي مية كتير وابعده عن السجاير وعن الاسترس ومعرفش ايه، ولسه الضغط عالي ومش راضي ينزل، يبقى ممكن يحصل جلطة. مثلا عنده انفكشن زي ما احنا قلنا في القسطرة البولية، ممكن يحصل فشل لا قدر الله. طيب هناخد بقى ايه هي المشاكل اللي ممكن يدخل فيها نتيجة حاجة تدخل جسمه، اللي هي الكالوبريتيف. ايه هي الكالوبريتيف؟ مثلا لو انت مركبه هي حاجة، هي 3 حاجات ملهمش رابع، يا اما مركب له كانيولا، يا اما مركب له قسطرة بولية، او مركب له سنتر لاين. طيب بالنسبة للانجكشن، اي حاجة من الانجكشن هي عبارة عن حاجة دخلت وطلعت، احنا بنتكلم عن حاجة لسه موجودة جوه جسمه ممكن تحصل له انفكشن فيها. ماشي. اي كانيولا ممكن تجيب عدوى، اللي هي السنتر لاين برضو ممكن تجيب عدوى، القسطرة البولية برضو ممكن تجيب عدوى. تمام. السلايد اللي بعد كده برضو ده تكملة للسلايد اللي فوق، عشان لو انت معاك لسه ايه البيشنت عنده كذا حاجة انت عايز تكتب اكتر، تكتب في الصفحة دي. كده تقريبا المحاضرة بتاعتنا خلصت، بس اعرفكم الصفحتين اللي جايين بتوع ايه. السلايد ده يا جماعة اللي هي صفحة 100، ده الشيت بتاعك، الايفالويشن شيت بتاعك. الدكتورة قالت ان احنا مش هنتحاسب على اول يوم، بس بعد كده الدرجة هتبقى الدبل. لازم تدقق جدا في اليوم ده عشان ما تغلطش بإذن الله. ده التقييم بتاعك الخاص بيك، انت جيت بدري ولا متأخر ولا كذا كذا، كل حاجة، اليونيفورم بتاعك، الإجابات الشفوية بتاعتك، البروسيجر اللي انت عملته كده. اللي بعده دي أغلبها وعلى ما أتوقع إن هي تكون خاصة باللي هينزلوا جراحة. طيب اشمعنى يعني خاصة باللي هينزلوا جراحة؟ لأن هي كل حاجة اللي فيها عمليات وجراحة وكل حاجة. ماشي. أول حاجة هنا الدياجنوزيس اللي هو التشخيص بتاع الدكتور، الاوبريشن اللي هو العملية اللي راح يعملها، مثلا عنده ازاي ده راح يعمل ازاي ده، عنده كذا عنده كذا، تكتب العملية اللي هتحصل. السيرجري ده اللي هو الجراح، وده الممرض بتاع العمليات. طيب طب وده مين؟ ده اللي هو طبيب التخدير. طيب خلاص عرفنا ان هو الانستيولوجيست ده اللي هو طبيب التخدير، وكمان عرفنا ان السكراب نيرس ده اللي هو ممرض العمليات. بعد كده بقى مين هو المساعد؟ مين هو السيركيوليتنج ده؟ البعض بيقول ان هو طبيب التخدير المساعد او ممرض التخدير المساعد. تبدأ برضو زي اللي فات الديت بتاعك والتايم، وبعدين بتكتب انواع ال- الانواع بتاعت دي، البيوفيزي. بعدين تكتب السيرجيكال انسيرمنت اللي هي ادوات الجراحية اللي انت استخدمتها، والتايب اوف الاناليسيز اللي هي بتاعت نوع التخدير. بس ده يا جماعة دي محاضرتنا النهاردة، اسمعوها كده كويس وان شاء الله يعني مش هتحتاجوا حاجة، ويكون موفقين بإذن الله النهاردة. واللي محتاج اي سؤال او في اي تعليق على المحاضرة النهاردة او على الكلام بتاع النهاردة، ياريت تكتبولنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.